حد متخيل بقى في شكل الارض كده؟ الارض دي عباره عن حاجه طبعناها في الارض زي بانر، بعد كده قمنا حاطين عليها طبقه الايبوكسي بتاعتنا الشفافه دي، فبدا يبقى الشكل ده نقدر ننفذه. حاجه زي الرخام مثلا، ما عنديش اقدر اعمل رخام، فقمت انا عامله رسمته على الارض، وبعد كده حطيت ماده الايبوكسي او ماده الايبوكسي نفسها وخلطتها على بعض، فدي حاجه اسمها تكنولوجيا. زمان والى الان يعني عندنا رخام وعندنا جرانيت، والجرانيت والرخام دول مواد طبيعيه هنتكلم عليهم بعد شويه. المواد دي ممكن تنفذ من الطبيعه لانها مواد طبيعيه محدوده، او الحد الادنى ان الشكل اللي حضرتك موافقه عليه وعايزاه ممكن ما تلاقوش في السوق نتيجه ان المحجر بتاع الشكل ده خلص. طب اعمل ايه؟ بقيت اقدر اعمل رخام صناعي او جرانيت صناعي بمادتين اسمها الكوريان او كوارتز. دول مادتين يقدروا يدوني نفس شكل الرخام الطبيعي بس بماده صناعيه، وماده اقدر انفذها في اي وقت. تمام؟ فده بقى تطور تكنولوجيا. الماده دي عباره عن ايه؟ في الاول والاخر هي بلاستيك او مجموعه بوليمرات بسيحهم مع بعض بيدوني شكل الرخام اللي انا عايزه. تمام كده؟ بوصل بيه ان انا اعمل رخام صناعي كوريان او كوارتز يديني يبقى بينور كده شبه الرخام اللي بينور. او في رخام بينور؟ رخام طبيعي بينور؟ حلو، جبت السؤال ده تبقى في اخر محاضره. تمام. كان زمان عندنا حاجه اسمه جبس بلدي. الجبس البلدي ده حاجه تقيله وتتصنع بتتنفذ في الموقع وتتصب في الموقع، وحاجه ممله ويعني فيها ضغط كبير. بقينا نعمله دلوقتي بحاجه اسمها الفيوتك. الفيوتك ده حاجه زي الفوم. تمام. بنشتريها جاهزه اللي احنا عايزينه، الكورنيشه اللي احنا عايزينها، ونقطعها ونركبها في الموقع بكل سهوله، وخفيف جدا ملوش اي تعب. تمام. زمان كان عندنا حاجه اسمها الباركيه او الخشب الطبيعي، دلوقتي بقى عندنا الاتش دي اف، اقل مجهود وبيتركب في ثواني. فكل دي ما تسمى التكنولوجيا وازاي بتاثر معايا في الديكور. كده احنا خلصنا